السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم مرة جديدة على قناة علمتني الحياة مع سما ومكتبة علمتني الحياة المسموعة. وحشتوني كتير حبايبي ومتابعيني، إن أنا باحبكم جدًا وباشكركم جدًا على دعمكم، وباشكركم كمان على تفهمكم لظروفي وانتظاركم ليّا دايمًا وللفيديوهات. وباعتذر لكم جدًا عن برضه التأخر مرة جديدة في إن إحنا نكمل كتابنا شهرزاد on fire للكاتبة هبة السواح، الكتاب الجميل اللي إحنا بدأناه وقربنا خلاص على إكماله. لإن أنا بس المرة دي بقى مش ظروف صحية ولا ظروف مرضية ولا حاجة، الحمد لله رب العالمين. ولكن أنا لقيت بتجيني أسئلة من متابعيني على قائمة كلام من القلب للقلب، القايمة التانية في القناة، اللي هي مهتمة أو مهتمين فيها بالكلام عن الشخصيات المضطربة والعلاقات المؤذية، وخصوصًا العلاقة مع شخص نرجسي. ولقيت بتجيني أسئلة وبتجيني مشاكل، فلقيت واجب عليَّ إن أنا بقى لي فترة كبيرة مقصرة معاهم، إن أنا أعمل لهم كام فيديو لزيادة التوعية والتنوير والرد على أسئلتهم، والمناقشة معاهم في مشكلاتهم اللي بيعرضوها عليَّ. فنزّلت كام فيديو اليومين اللي فاتوا على قائمة تشغيل كلام من القلب للقلب. إن شاء الله هابقى اسيبها لكم في صندوق الوصف لو حابين تطّلعوا وتاخدوا فكرة، أو لو أنتم من المهتمين بالموضوع، فيا رب إن شاء الله تكون مفيدة ونافعة للجميع، ونكون فعلًا بنقدر نساعد أي حد محتاج للمساعدة والمساندة. إن شاء الله هاسيبها لكم في صندوق الوصف، وهاسيب لكم كمان اللينك بتاع جروب الواتس لدعم ضحايا النرجسيين بإذن الله. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن المرحلة الأولى والتانية من مراحل التغيير. هافكّركم سريعًا إن إحنا كنا قُلنا إن التغيير ممكن يحصل نتيجة حاجة كويسة أو نتيجة اضطرار. يعني إيه حاجة كويسة؟ يعني فرصة جات قدّامنا فبيحدث التغيير، أو مثلًا صدمة حصلت حاجة كبيرة اضطرتنا إن إحنا ندخل في تغيير غصبٍ عننا، فسواء بإرادتنا أو غصبٍ عننا ممكن يحصل حاجة تضطرنا إلى التغيير. وقُلنا إن إحنا بندخل في دورة التغيير اللي هي بتبقى عبارة عن 4 مراحل بالترتيب. المرحلة الأولى مرحلة الموت والولادة، المرحلة التانية الحلم والخطة، المرحلة التالتة الدراما والملاحم، المرحلة الرابعة الراحة والثمرة. واتكلمنا الحلقة اللي فاتت في المرحلتين الأولى والتانية، وإن شاء الله الحلقة ديّة هناخد التالتة والرابعة، وإن شاء الله برضه نخلّص الفصل السادس في الحلقة ديّة، وهيكون كده أخدنا الفصل على 3 حلقات مرتبطين ببعض. لو أنتم أول مرة بتشوفوني ودي أول حلقة تشوفوها، أرجو إن أنتم ترجعوا تشوفوا ال3 حلقات ورا بعض كده بالترتيب عشان فعلًا تحققوا الاستفادة كاملة. وكمان لو ترجعوا تشوفوا الحلقات من البداية هتستمتعوا جدًا بالكتاب إن شاء الله، وهيكون مفيد ليكم. والكتب التانية بإذن الله برضه كلها نفع وكلها فايدة، كلها بتصُب في مصلحتنا إن إحنا نفهم نفسنا ونطوّر منها، ونفهم الناس اللي حوالينا ونعرف نتعامل إزاي، وما نبقاش ماشيين كده وخلاص زي ما تيجي، تيجي. لأ، تبقى حياتنا فعلًا إحنا عارفين إحنا جينا هنا ليه، وعايشين بنعمل إيه، وهدفنا إيه من الحياة، ومراد ربنا مننا إيه، عشان إن شاء الله نأدّي اللي علينا ونبقى مرتاحين في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله مأجورين. وهيبقى كده فاضل لنا فصل واحد بس وننهي الكتاب، وإن شاء الله الفصل ده هناخده في حلقة واحدة بإذن الله. يالّا بينا على طول نبتدي في حلقة النهارده، والمرحلة التالتة الدراما والملاحم. كلنا بنحب القصص، كلنا اتربينا وربينا ولادنا على قصص البطل الشجاع اللي حارب التنين وهزم الوحش وتخطى الصعاب لحد ما كسب. حتى الرياضات بتقلد القصص، سبارتان ريس، ايرون مان وغيرهم من المسابقات اللي بتحاكي فكرة قصص البطولة. نصعب على المتسابقين اللعبة ونحط عواقب وتحديات بحيث يبذلوا مجهود كبير جدا عشان يكسبوا. ولو اللعبة مجرد بنجري وخلاص وما فيهاش أي صعوبات وحاجات بننط من فوقها وحاجات بننزل من تحتها، هتبقى قمة الملل. ليه بنحب الدراما في الروايات اللي بنقراها والأفلام اللي بنشوفها والرياضة اللي بنلعبها؟ لأن الدراما والملاحم اللي في الحاجات دي بتحاكي قصة حياة كل واحد فينا. كل عقبة وكل تحدي وكل واقعة بنشوفها أو بنقراها بتحاكي خطورة أو فشل أو إحباط أنت بتمر بيه. لو النهارده اتفرجت على فيلم عبارة عن اتنين حبوا بعض واتجوزوا بسهولة من غير أي مشاكل، أو واحد قدم على شغلانة ونجح فيها وكبر وشكرا على كده الفيلم خلص، أنت هتتخنق، مش هتصدق. فين يا عم الأكشن؟ طب أنت عايز الأكشن ليه؟ لأن حياتنا كلها أكشن. الواقع مش سهل وسلس وخالي من العقبات. عشان كده المرحلة التالتة دي مرحلة التطبيق على أرض الواقع، هي مرحلة الأكشن، هي مرحلة التشمير. شمر وانزل أرض الملعب. وطبعا النزول مش بيبقى دايما بسيط ومباشر وسهل زي ما بعض كتب وبرامج التنمية البشرية بتصور. دي أكتر مرحلة مرعبة ومثيرة في دورة التغيير. مهما أنت خططت وعملت أبحاثك ودراساتك واستعديت نفسيا تماما، وأنت في المرحلة التانية التنفيذ على أرض الواقع قصة تانية خالص. خاصة لو الهدف بتاعك مجنون بجد وكبير وعظيم، رعب، مش هتنام. بس لما توصل له هيبقى عندك قصة بطولة تحكيها وتتنقلها الأجيال من بعدك. بداية المرحلة التالتة الطلعة الأولى. لو مشيت زي الفل في المرحلة الأولى والتانية وقعدت على الكنبة بقى تريح من التفكير ومستني النجاح يجي والشغلانة تكبر والحلم يتحقق، فأنت للأسف لسه بتحلم، بس المرة دي حلم من بتوع ديزني لاند. المشكلة إن الخيال الواسع المبهج بتاع المرحلة التانية لما بيتحط وراء الخوف من التنفيذ وتبعاته اللي في المرحلة التالتة، الواحد ساعتها بيمسك في الخيال ويهرب من الواقع. تلاقي الخطة واضحة جدا
ومبذول فيها مجهود، بس انت عمال تضيع وقت في انك ترغي شويه كمان، تقرا شويه كمان، تزود هنا لون وهنا صوره، واي تضييع وقت عشان خايف تبدا تنفذ. الطلعه الاولى صعبه فعلا، بتبقى عامل زي اللي واقف على الارض قدام جبل سانت كاترين وبيقول انا المفروض ابدا اطلع الجبل عشان اوصل للنقطه اللي فوق قوي دي. قدامي بقى طريق طويل وصعب وكمان معرفش ايه اللي هيحصل وايه المطبات اللي هقابلها. الطلعه الاولى من الصفر اصعب بكتير من التكمله بعدها. كلنا بنعاني من الشعور ده والله، وانا شخصيا حصل معايا نفس القصه دي بحذافيرها وانا بكتب الكتاب ده واللي قبله. عشان كده في كام نقطه كده ممكن تساعدنا. واحد، اكسر كل خطوه لخطوات بسيطه جدا. لو بصيت على الخطه بتاعتك ولقيت نفسك كاتب في خطوه من الخطوات التقديم على الماجستير، امسك الخطوه دي واكسرها لخطوات صغيره، لان التقديم على الماجستير دي مش خطوه سهله تتكتب في سطر. بص على الخطه بتاعتك وكسر الخطوات اللي فيها الخطوات صغيره جدا. وخطوات صغيره دي المقصود بيها هي اقصى حاجه الترو سيلف بتاعتك هتقدر تعملها بسهوله بسهوله بسهوله. ايوه انا قصدت اكتبها 3 مرات. انا مش بتكلم دلوقتي عن الفتره اللي هتسحل نفسك فيها لما يكون وراك ديدلاين وسايب اللي وراك واللي قدامك عشان تخلص وحاطط جنبك جردل القهوه عشان تفوق. انا بتكلم على الخطوه البسيطه جدا اللي حتى لو عدى عليك يوم ضلمه مش قادر تقوم فيه من السرير برضه هتقدر تعملها من كتر ما هي بسيطه. لما جيت اكتب الكتاب ده عملت له خريطه ذهنيه وخطه وكل الكلام الحلو بتاع المرحله التانية. بس لما جيت ابدا في التنفيذ بقى قعدت شهور ببص للخطه وبقول ان شاء الله هبدا. يجي بس رمضان والواحد يركز كده وهو صايم ومش بيفرق طول النهار والكورسات واقفه ويقعد يكتب. لا بصي، يخلص بس رمضان والعيد ومعاكي الاجازه بقى ما تخلصياش غير وانتي مخلصه الكتاب. تيجي الاجازه اقول انا محتاجه شهر كده كل يوم اكتب 4 5 ساعات وانا هنجز. وهلم جره. ليه بنعمل كده؟ لان الطلعه الاولى صعبه فعلا، بس اول ما بتطلعها بتلاقي العربيه اسهل في السواقه. طب طلعتها ازاي؟ قلت لنفسي ولا 4 ساعات في اليوم ولا 10. ايه اقل وقت تقدري تلزمي نفسك بيه؟ 3 ساعات. التروسيلف زرغطت لي. طب ساعتين؟ لسه مش عاجبها. ساعه؟ برضو لا. انتي بتهرجي والله. نص ساعه؟ قالت لي ماشي نص ساعه بس. تقدري تلتزمي بالنص ساعه دي حتى في الايام الصعبه المشغوله الحزينه الاليمه؟ في اي يوم يعني؟ ولا نخليهم ربع ساعه؟ قالت لي لا اقدر. اتفقنا. حطيت منبه على التليفون كل يوم نص ساعه، اول ما تخلص اوقف واسيب اللي بعمله واقوم زي ما اتفقت معاها. في مرات في الاول عدى عليا النص ساعه دي ما كتبتش فيها كلمه، برضه اقفل واقوم. في مره تانية كتبت صفحه، اقفل واقوم. طبعا السوشيال سيلف ما سابتنيش، قالت لي ايه لعب العيال ده، انت كده هتنجزي ايه في عيشتك؟ قلت لها انا لما مشيت وراكي عدت شهور ما عملتش حاجه عشان مستنيه طاقه تخليني اطلع طلعت 4 5 ساعات كل يوم. سيبيني بقى ابني قوه دفع كده بالنص ساعه دي، وواحده واحده العربيه هتمشي. وده اللي حصل فعلا. مع الوقت كتبت شويه حلوين وده اداني طاقه وحماس اني اكتب اكتر وازود الوقت اللي بقعده. لما حسيت ان قمه الجبل بقت اقرب لي اتشجعت اطلع. عشان كده في حديث بيقول احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. وعشان كده كلنا اتحكى لنا قصه الارنب والسلحفه، وشفنا ازاي انه رغم ان السلحفه كانت خطواتها بسيطه وبطيئه جدا مقارنه بالارنب، الا انها هي اللي كسبت في الاخر عشان كانت مستمره ومركزه. فكر في هدف نفسك تحققه فعلا واكتب خطوه واحده انت عارف انك لازم تعملها عشان توصل له. لو عملت خطه لحلمك في المرحله التانية اختار خطوه واحده من خطتك. دلوقتي كسر الخطوة دي لخطوات أصغر، بعدين اختار واحدة من الخطوات الأصغر وقسمها لخطوات فرعية أصغر كمان. كمل بالطريقة دي لحد ما توصل لخطوات صغيرة انت متأكد انك ممكن تحققها بسهولة. استشير التروسيلف بتاعتك لحد ما تحس ان المهمة صغرت كفاية بحيث تقدر تلتزم بيها في أي يوم مهما كان صعب. النهارده خد خطوة واحدة من الخطوات دي تجاه هدفك، واحدة بس. وقف، مش مسموح لك تاخد خطوة تانية لحد ما يعدي 24 ساعة أو تحس إن عندك رغبة قوية إنك تكمل. في الحالة دي خد خطوة جديدة وقف تاني. خطوة أقف، خطوة أقف، خطوة أقف. ممكن ما يبقاش ده إنجاز كبير تنبهر بيه في الأول، لكن الأكيد إنك لو استمريت هتوصل. 2، ادفع رشوة. أيوة أنت قريتها صح. أدفع رشوة ليه؟ ولمين؟ هشرح لك. مهما كان الهدف بتاعك عظيم وجميل، اي خطه في الدنيا هتحطها عشان توصل له هتبقى جواها خطوات غلسه وتقيله جدا على نفسك والتروسيلف بتاعتك بتكرهها. هيبقى في كمان خطوات مهما حاولت تكسرها لخطوات صغيره برضه هتبقى طويله ورخمه. طب هتعمل ايه في الخطوات اللي مش بتطيقها دي؟ هتدفع رشوه. لو انا طلبت منك النهارده تنظف الحمام العمومي اللي في الشارع في مقابل 10 جنيه هتوافق؟ غالبا التروسيلف بتاعتك شتمتني وجابت ناس تشتمني دلوقتي. طب لو خليتهم 10,000 جنيه، 10 مليون جنيه، 10 مليون دولار، مين قال يجيب الديتول وفوط المسح؟ اللي عايزه اقوله ان التروسيلف بتاعتك ممكن تترشي، وانت ساعات بتحتاج ترشيها. مش بالضروره ابدا تحتاج ترشيها ب10 مليون دولار، بس انت المفروض في النقطه دي من الكتاب تكون عرفت التروسيلف بتاعتك بتحب ايه وممكن ترشيها بايه عشان تعمل الخطوات الغلسه اللي في الخطه. لو قدمت للتروسيلف بتاعتك رشوه ولقيتها بتقولك برضو لا، يبقى محتاج تعلي الرشوه شويه.
مثال: لو صحيتي يا هبة بكرة بدري ورحتي قدمتي ورقك هجيبلك شوكولاتة واحنا راجعين. مش كفاية. طب هخليكي تقعدي ساعتين بالليل تقري الرواية اللي بتحبيها. مش قوي برضو. طب هوديكي تعملي مساج يوم الجمعة. وتقعد تعلي الرشوة لحد ما التروسيلف بتاعتك تقولك اتفقنا. لو الخطوة اللي وراك رخمة شوية ممكن تلاقي لها رشوة، بس لو قافلة خالص حاول تدور على طريقة بدلها. راجع الخطة بتاعتك ودور على خطوة مش حابب تعملها أو مش هينفع تكسرها لخطوات أصغر. فكر إيه المكافأة اللي ممكن تديها للتروسيلف بتاعتك عشان ترضى تعمل الخطوة دي. تحذير مهم جدا وضروري: لو التروسيلف وافقت واشتغلت معاك لازم تديها المكافأة كاملة بمجرد ما تخلص، وإلا هتفقد ثقتها فيك. 3. عك الدنيا. انت مش عايز تبدأ تنفذ ليه؟ خايف تعك الدنيا؟ عك الدنيا. احيانا كتير جدا بنضايق على نفسنا ونحبسها في الحاجات اللي هي بتعرف تعملها كويس عشان بنخاف نعك الدنيا. عك الدنيا. لو انت النهارده حياتك بتتغير وبتتشقلب، فده معناه بالتبعيه انك بتعمل حاجات جديده عليك وبتتعرض لحاجات ما شفتهاش قبل كده. وده بالتبعيه برضو معناه انك هتغلط، مش عشان انت قاصد تغلط وتعك، بس عشان انت بتتعلم وتكبر. مع الوقت والمحاوله هتبقى شاطر في الحاجات دي. بس في الاول لازم يكون عندك تقبل انك تعك. وده يجيبنا لنص المرحله الثالثه. نص المرحله الثالثه: الفشل. بدأت انت في تنفيذ الخطة اللولبية بعد ما كسرتها لخطوات صغيرة وشمرت ونزلت تشتغل، ورحت خابط في الحقيقة المرة: الخطة مش نافعة. اوبا. مش نافعة؟ مفيش حاجة نافعة. في حوالي 337 مشكلة ظهرت ما كنتش عامل حسابها، مخلية الخطة بتفشل تماما. مهم جدا في اللقطة دي تفتكر انك في المرحلة الثالثة، اللي هي اصلا مرحلة المحاولة والخطأ والمشاكل والملاحم. فاكر في فيلم الناظر الفشل الذريع اللي حصل لما المدرسة دخلت المسابقة أول مرة؟ فشلك في المرحلة دي مش بس طبيعي، ده يكاد يكون حتمي. اللي هو انت لو ما فشلتش هقولك انت شكلك حاطط اهداف سهلة على فكرة وبتضحك علينا. كل مرة تفشل في الخطة جرب تعمل الآتي: 1. خليك مرن. لو قفلت دماغك على انه لازم الخطة بتاعتك دي تحديدا تشتغل زي ما انت عايز بالظبط وعمال تعيد وتزيد فيها بدون اي مرونة للتغيير، هتبقى بتغلط غلطة كبيرة. لما خطتك ما تمشيش اهدى كده وخد خطوة لورا وحاول تبص من زاوية تانية. اعتبر المشكلة دلوقتي مش مشكلتك انت خالص. انت واحد ماشي في الشارع وبتتفرج وبتحلل الموقف من غير اي مصلحة ولا جمود في نظرتك. المرونة دي هتساعدك تشوف المشكلة والحل اسرع من لما تقفل على نظرة واحدة بس. 2. اتعلم من اخطائك. احنا مش دايما بنختار اننا ما نغلطش لاننا ببساطة بني ادمين، بس على الاقل لما نغلط بقى نقف ونتعلم من اخطائنا. في ناس في الدنيا دي لما بتغلط بترمي كل المسؤولية على اي حد او اي حاجة حواليهم. عدم تقبلهم لكونهم بني ادمين طبيعيين ممكن يغلطوا عادي بيخليهم يهربوا تماما من المسؤولية، وبالتالي مش بيتعلموا حاجة من التجربة. وفي ناس العكس بالظبط، بياخدوا كل حاجة على نفسهم بزيادة. هم بس اللي مسؤولين في الدنيا عن كل الكوارث والمصايب وثقب الأوزون وانقراض الباندا. الناس دي برضو نظرتهم وتوقعاتهم غير واقعية، عشان كده برضو مش بيتعلموا من أخطائهم. حاول، وأنا بقول حاول عشان عارفة إنه مش سهل، بس حاول تتعامل مع أخطائك بموضوعية. بص عليها من زاوية مختلفة. اسمع التشجيع واسمع كمان النقد، لأن ساعات كتير اللي حواليك بيكونوا شايفين مشكلة انت مش شايفها. اقف وحلل الموقف بموضوعية عشان ما تقعدش تكرر نفس الأخطاء. خد رأي ناس بتثق فيهم، وريهم شغلك واسألهم انتوا شايفين فين المشكلة، ممكن اتطور ازاي. خد رأيهم في مهاراتك الاجتماعية، في المنطق بتاعك. اسألهم: طب لو انتم شايفيني النهاردة 6/10 في الموضوع الفلاني، تفتكروا محتاج اعمل ايه عشان اوصل ل9/10؟ اسمع وتواضع وتقبل بشريتك وشجع التروسيلف تجرب وتغلط وتتعلم، ما تخوفهاش من الحياة. 3. ارجع للمرحلة الأولى. بتحصل على فكرة أحيانا خطأ كبير جدا في المرحلة الثالثة يبقى عامل زي الصدمة بالنسبة لك ويحدفك من أول وجديد على المرحلة الأولى. مفيش مشكلة، المرة دي أنت فهمت فهتعدي أسرع. وممكن تلاقي الخطأ اللي حصل رجعك للمرحلة التانية مش الأولى. خلاص ترجع تبص على أحلامك عشان تشوف يمكن الحلم نفسه كان فيه حاجة غلط. طب لو الحلم تمام ما فيهوش مشكلة، يبقى الخطة يمكن اللي هي محتاجة تعديل. محتاج تبص على الأخطاء وتعيد تظبيط الخطوات تاني. عمرك شفت البطل بيقتل الوحش من أول مرة؟ دي تبقى قصة مملة ومتوقعة جدا. طب لو عصرت دماغك تماما ومش عارف الغلطة فين، اعمل أي حاجة مختلفة مهما كانت بسيطة. أنا ساعات لما كان مخي بيقفل وأنا بكتب حتة في الكتاب كنت بقوم أقعد في حتة تانية أو أغير هدومي أو أكتب أفكاري بلغة مختلفة أو أعمل أي حاجة تكسر بس النمط. جرب أي حاجة جديدة وحلل أخطائك واسأل اللي حواليك وتعلم عشان تقدر توصل لنهاية المرحلة الثالثة. نهاية المرحلة الثالثة: النجاح. عملت الخطة وحاولت فيها وما اشتغلتش، وحاولت تاني مرة واتنين وعشرة وغيرت وظبطت وعدلت، وبدأت أخيرا تندع. بدأت تحس إن المكنة بتطلع قماش. عايزاك تقف في اللحظة دي وتكتب. فاكر لما فؤاد المهندس كلم الشعب كله يبلغهم إن المكنة طلعت قماش؟ اعمل كده، سجل اللحظة دي بأي شكل ما. دي من أحلى اللحظات اللي هتحصل لك في حياتك.
طبعا مش معنى انها لحظة جميلة ان كل اللي بعدها هيبقى ورود وبونبوني. معلش انا بحب انكد عليك كل شوية وانزلك ارض الواقع عشان ما تتصدمش. عادي جدا، ممكن بعد اللقطة دي تلاقي الدنيا ضلمت شوية تاني وتحتاج تشتغل اكتر. دي طبيعة المرحلة التالتة. بمجرد ما البطل بيقتل الوحش بيطلع له تنين مجنح، ساحرة شريرة، اي حاجة تخليه يشتغل اكتر. عشان كده الاجانب عندهم مصطلح كده بيقول work like a dog play like a dog. التمثيل بالكلب هنا مش المقصود بيه شتيمة. جرب تتفرج في مرة على كلب بوليسي مثلا، او الكلب اللي بيساعد الناس الكبيرة في السن، او اي كلب بيشتغل، وشوفه بيشتغل ازاي. شوفه بيحب شغله ازاي. لا بيستنى حظ يلعب، ولا ديدلاين بيقرب، ولا حد يتحايل عليه، ولا شغل يتراكم. بيشتغل بتركيز رهيب. ولو اتفرجت بقى في المقابل على اي كلب وهو بيلعب هتلاقيه بيلعب لعب رهيب برضه. هو غالبا اصلا بيعرف يشتغل كويس جدا عشان بيعرف يلعب كويس جدا، والعكس. طبعا احنا اتربينا بشكل ما على ان اللعب والشغل ما يجتمعوش في حياة شخص واحد، ودي فكرة غلط جدا. وانت في المرحلة الثالثة بالذات هيجيلك احساس انك ما ينفعش تلعب. انت لازم تحرق بنزين علشان توصل. الواقع بقى ان كل ما كان مطلوب منك تدي الشغل حقه، كل ما كان مطلوب في المقابل انك تدي اللعب حقه. اللعب ده هو اللي هيشحنك ويديلك ابداع وطاقة، ويخليك تحافظ على مستواك في الشغل بدل ما تتحرق زي المكنة. هتلاقي كفاءتك وقدرتك على الانجاز في وقت اقل بقت اعلى بكتير من اللي طول الوقت مش بيعمل حاجة غير الشغل. مهم كمان زي ما هتشتغل وتلعب انك تتواصل مع الناس، انك ما تنساش صحابك وحبايبك في طاحونة المرحلة الثالثة. ارجع لقبيلتك اللي اتكلمنا عنها في الفصل الثاني وقابلهم وكلمهم واحكي لهم، وخليهم يشجعوك ويبقوا في ظهرك. التواصل مع الناس اللي بتحبها والاهتمام بالعلاقات الاجتماعية بيغذي الروح، وبيخليك تكون علاقات جديدة وتستفيد وتفيد وتتبسط. فاكر في المرحلة الأولى لما كنت ولا حد وما بتعملش حاجة ومش واقف في مكان ومش معاك حد؟ تعبت، اتفرمت، تهت، وانهارت، ومشيت خطوة خطوة لحد ما وصلت لآخر المرحلة الثالثة، لحد ما بقيت انت في مكان بتنتمي إليه مع ناس فاهمينك وبيشجعوك. أهلا بيك في المرحلة الرابعة والأخيرة. المرحلة الرابعة الراحة والثمرة. هتعرف انك وصلت المرحلة الرابعة لما تلاقي احلامك مش بس بدأت تتحقق، ده بدأ يبقى فيه شكل من اشكال توقع استمرار النجاح ده على المدى البعيد. يعني شركتك الصغيرة بدأت تكبر وتجيب ارباح، الشخص اللي بتحبه وافق تتجوزه وبدأتم في الترتيبات، الشغلانة اللي نفسك فيها مش بس لقيتها، انت مضيت العقد وبدأت تشتغل والدنيا شكلها لطيف. انت تخطيت مراحل الألم والحلم والتجربة والخطأ، والدنيا بدأت تضحك لك بجد. بداية المرحلة الرابعة هدي اللعب. احنا اتسحلنا مع بعض، اتسحلنا كتير في المرحلة الأولى والتانية والتالتة لدرجة إننا بقينا حاسين إنها لعنة الفراعنة، وإننا هنفضل كده بقية حياتنا. أخدنا وقت طويل قوي ومجهود وطاقة ومشاعر وإحباط وأمل وكل حاجة وعكسها، لحد ما أخيرا وصلنا للمرحلة الرابعة. مرحلة أنت وصلت يا ريس. بقالك كتير بتحضر للسفرية دي والطيارة أخيرا وصلت على الأرض. انطلق. في ناس كتير بقى ما بتعرفش تهندل انطلق دي، بتهنج تهنيجة رهيبة لما بتوصل المرحلة الرابعة، لدرجة انها ممكن تبوظها على نفسها. عشان كده الكام نقطة دول مهمين. واحد، فرمل. هدي اللعب. المفروض ان لو انت بترجع لبوصلتك وبتستشير التروسيلف بتاعتك هتلاقي ده بيحصل اوتوماتيك اصلا. هتلاقي التروسيلف من نفسها هديت وبطلت فرق ودخلتك في حالة من الراحة والاستمتاع بثمرة مجهودك. اسمع كلامها، مش بقولك وقف شغل وضيع تعبك، بقولك بس هدي اللعب ودوس شوية فرامل. اتنين، الأهم في المهم. هتلاقي نفسك في المرحلة دي في حاجات كتيرة قوي بتشدك تعملها. لو كان حلمك مثلا انك تفتح مطعم وفتحته، وانت النهارده في المرحلة الرابعة بعد ما المطعم بتاعك استقر وتخطيت كل المصايب والكوارث والعواقب الأولانية ونجحت نسبيا حتى، هتلاقي اللي عايز يعمل معاك انترفيو البرنامج، اللي عايزك تفتح فرع تاني معرفش فين، اللي بيقترح عليك تدخل منيو جديد، بيعرض عليك مشروع تاني اصلا، اللي بيقولك تعالى اعمل لي استشارات لشغلي، اللي عايز يجي يصور عندك، وهكذا. مهم جدا في الوقت ده انك تركز على الاهم وما تشتتش نفسك في مجهودات تسحب طاقتك وما يبقاش لها مردود كافي. في مليون الف فكرة لذيذة هتطلع، خليك مركز ايه الاهم، ايه اللي هتستثمر فيه وقتك ومجهودك. انا شخصيا بحس ان من اهم الحاجات اللي الواحد بيحتاج يفكر نفسه بيها لما يوصل للمرحلة دي هي الامتنان. انك تقعد مع نفسك وتفتكر انت كنت فين وبقيت فين، كم عقبة ظهرت، كم حاجة كانت ممكن تبوظ الدنيا، كم التعب والمجهود والاحباط اللي مريت بيه، مين الناس اللي ساعدتك، معية ربنا معاك كان شكلها ايه، وهتشكر ربنا ازاي. مشاعر الامتنان في اللحظة دي وانك تقف تشوف نعم ربنا عليك دي اهم حاجة، لانها هي الحاجة اللي هتثبتك وتدي لك طاقة وترجعك تاني للمعنى اللي بدأنا بيه الكتاب. انا مين ودوري ايه في الدنيا، وازاي ربنا بيهيأ لي الاسباب فعلا عشان اقوم بالدور ده. بعد مشاعر الامتنان دي افتكر بقية جوانب حياتك والأدوار اللي عليك واللي ممكن تكون قصرت فيها في الطريق. احنا اتفقنا الفصل اللي فات ان احيانا الانسان بيحتاج يركز على دور معين في حياته ويبوظ التوازن فترة علشان الحياة مواسم. اغلب الظن ان عدم التوازن ده حصل معاك بالفعل، بس في ناس بتسوق فيها بقى وبتنسى ترجع الميزان تاني.
وبتكمل على كده، ودي اكبر غلطة بتؤدي للخروج السريع من المرحلة الرابعة. بتلاقي حصل حدث جديد هد القصة دي كلها. مراتك تعبت من الانتظار فقررت تتطلق، ابنك مش حاسس بوجودك وده خليه ينحرف، صحتك باظت تماما وجالك القلب ووقعت. اي حدث يرجعنا تاني للدايرة دي من اول وجديد بشكل اسرع من الطبيعي اللي بيحصل في الحياة. عشان كده نصيحة: هدي اللعب وارجع اظبط التوازن تاني. المغريات بتبقى كتير جدا وانت ناجح وواصل، ركز على المهم فعلا. ركز كمان على اللي اتعلمته، يعني انت في الرحلة دي جربت حاجات كتير وعملت اخطاء كتير، وممكن تكون رجعت للمرحلة الاولى كذا مرة، وعقبال ما وصلت للمرحلة الرابعة كنت فهمت نفسك اكتر وعرفت ايه نقط القوة والضعف عندك. ركز بقى انك تستثمر في نفسك عشان تحافظ على النجاح ده. نص المرحلة الرابعة: الاستقرار. في ناس اتربت واتعودت على الفوضى واللخبطه بتاعت المرحله الاولى، فلما بتوصل للاستقرار في المرحله الرابعه بتخاف وما بتعرفش تتعامل. الكلام ده بالذات للناس اللي عانت كتير قوي مع المرحله الاولى لدرجه انها مبقاش عندها ثقه في الهدوء والاستقرار. عشان كده في كام نقطه نخلي بالنا منها. واحد: ما تمسكش بزياده. مارثا بيك كتبت عن قصة راجل هرب من سجون الاتحاد السوفيتي في سيبيريا، ومشي لوحده في الصحراء لحد الصين من غير أي حاجة ياكلها. لما وصل الصين كان متدمر تماما وشبه بيموت، وكان لازم يدخل المستشفى مدة طويلة. طول مدة وجوده في المستشفى الراجل ده كان بيعمل حاجة غريبة جدا: كان بياخد أكل المستشفى يحوشه تحت المرتبة بتاعته. هو عارف إنه خلاص نجا ومش محتاج يعمل كده، بس كم المعاناة اللي عاناها في الصحراء والجوع اللي جاعه خلاه مش مصدق إن كمية الأكل دي هتفضل موجودة وإنه مش هيجوع تاني. في ناس بتعمل زي الراجل ده لما بتوصل للمرحلة الرابعة، بتحوش كل أنواع الأكل. الناس دي عانت وتعبت جدا لحد ما وصلت للاستقرار، لدرجة إنها مش مصدقة وماسكة بزيادة في أي حاجة وصلت لها، فلوس بقى، سلطة، علاقة، اهتمام، أي حاجة. الناس دي مش بتعرف تفوض حد يشيل عنها، ولا تتصدق بفلوس أو معلومة أو وقت، ولا تتعامل بحكمة مع اللي وصلت له. الفكرة ان الماسكة والطريقة دي في التعامل بتبوظ المرحلة الرابعة، بتخليك مش عارف ترتاح وتستمتع بالثمرة، وبتبوظ علاقاتك الاجتماعية والعملية، حتى بتتحول لعم دهب او مستر سكروج بتاع قصة تشارلز ديكنز. ولا حد حابب يشتغل معاه، ولا حد حابب يتعامل معاه، ولا هو شخصيا حاسس بالامان وعارف يستمتع بالنجاح اللي وصله. لما بتتحول لانسان عنده هوس بالشخص اللي بيحبه وطول النهار بيدور حواليه، انت فعليا بتطفشه. لما بتتحول لانسان عنده هوس بالفلوس، انت بتمنع عن نفسك فرص كتير من باب انك خايف تاخد مخاطرة، خايف تخسر، خايف الفلوس تخلص، وهكذا. الماسكة في الحاجة دي بتجيب نتيجة عكسية. عشان كده مهم قوي لو عايز تتخلص من حتة الماسكة الزيادة دي انك ادي من الحاجة اللي بتحبها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وبيقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. العطاء ده مش بس عشان حق الفقير والتكافل الاجتماعي والكلام ده، العطاء ده مهم جدا لشخصيتك انت نفسك، مهم عشان هيخليك تتعود انك ما تمسكش في الدنيا بزيادة، لانها بتتغير ويوم فوق ويوم تحت، ودي طبيعتها، وانت محتاج تعرف تعيش وتتأقلم في كل احوالها. محتاج تعيش في الدنيا دي بشعور الوفرة، تبقى مطمن ان في من الخير ما يكفي الناس كلها، مش بشعور الندرة واحساس ان الخير قليل وانك لازم تمسك فيه وما تشاركش غيرك، والا اللي هيتبقى لك من التورته هيقل. محتاج تفعل مبدأ البركة اللي مفيش كتاب في الدنيا ممكن يشرحه لك زي التجربة العملية، زي اما تعيش وتجرب بنفسك الفرق بين شعورك بالرزق واستمتاعك بيه وانت ماسك وبتحسب كل تنتوفة، مقارنة بشعورك وانت شخص معطاء وكريم وامانك جاي من جواك مش من اللي في ايديك. لما تحس ان في حاجة في حياتك انت ماسك فيها زيادة عن اللزوم وبقت مكلبشة في قلبك كده، اعمل التجربة دي، ادي منها شوية لغيرك. ممكن تحس ان قلبك بيتقطع وانت بتعمل ده، بس هتحس بعدها بحريه وراحه وسعاده وبركه غريبه، هتحس برزق هيجيلك. انا كل مره احس بضيق في الرزق او ما يبقاش معايا فلوس واقرر اني هطلع صدقه لله اساعد بيها حد، بلاقي ربنا بعت لي اضعافها بعدها. والله كل مره، وكل ما بضاعف الصدقه ومش بحسبها كل ما مردود ربنا ليا بيتضاعف. ومش شرط خالص المردود ده يبقى فلوس، ممكن يبقى راحه، سكينه، طمانينه، بركه، ناس طيبه، حاجات مختلفه ربنا بيراضيني بيها بعدها. مش كل الرزق فلوس. 2. اتبسط، واما بنعمه ربك فحدث. زي ما كنت عارف تشتكي وتحكي مشاكلك ومشاعرك وتدي البوز وتنكد على نفسك وعلى اللي حواليك في الثلاث مراحل اللي فاتت، لما ربنا يفرجها عليك وتوصل للمرحله الرابعه اتبسط وابسطهم، حتى لو الدنيا لسه مش مثاليه. ما تداريش نعم ربنا ولا تداري فرحتك، وما تخافش تفرح. احتفل بالنجاح اللي حققته، احكي عنه، وري ربنا اثر نعمته عليك، عبر عن حزنك وفرحك وخوفك وامتنانك. المشاعر دي هي اللي بتفرق بين البني ادم والمكنه. اكتب دلوقتي 10 حاجات انت مبسوط بيهم في حياتك: صحتك، قدرتك انك تقرا وتكتب، الشوكولاته والقهوه اللي جنبك، النمش اللي في وشك، اي 10 حاجات مهما كانت بسيطه. خد من وقتك ثواني دلوقتي تبص على الحاجات دي وتستشعرها، احمد ربنا عليها، هني نفسك بيها، فكر في اثرها على حياتك، تامل النعم دي لحد ما تلاقي نفسك اتغمرت بشعور السعاده والرضا. عبر عن شعورك اللي حاسه دلوقتي ده لحد تاني. 3. خليك حاضر. تقريبا دي اكتر نصيحه كلنا محتاجين
نفكر نفسنا بيها في حياتنا. الإنسان عامة المفروض يكون مركز حوالي 25% من تفكيره في الماضي عشان يتعلم منه، و25% من تفكيره في المستقبل عشان يخطط له، 50% من تفكيره في الحاضر عشان يستمتع بيه ويعيشه. احنا خلينا الموضوع بقى 40% في الماضي عشان نندب عليه، 40 في المستقبل عشان خايفين منه، 10% بس في الحاضر. ده لو جبناهم حتى ما بقيناش نعرف نعيش اللحظة ونبقى حاضرين في حياتنا. طب هنستفيد ايه لما نتعب ونشقى ونتبهدل عشان نوصل للي وصلنا له، واول ما نوصل نلاقي نفسنا مشغولين بحتة تانية اصلا عايزين نروح لها؟ الصلاة على فكرة من اكتر الحاجات اللي بتعلم الواحد انه يكون حاضر، لانك لو بتصلي صح فانت بتحاول تجيب قلبك وروحك وفكرك وحواسك للحظة اللي انت بتصلي فيها عشان تخشع والصلاة فعلا تأثر فيك. جلسات التأمل كمان أو المديتيشن بتعلمك تبقى حاضر في حياتك، بتدربك إنك حتى في أبسط الحاجات اللي بتعملها في يومك تعمل الحاجة دي باهتمام وتركيز وحضور. جرب كده وأنت بتحضن حد، وأنت بتطبطب على قطة، وأنت بتلبس، وأنت بتاكل، وأنت بتعمل أي حاجة، تركز قوي قوي على مشاعرك وحواسك. هتلاقي إن إحساسك بالعالم اللي حواليك راح، وبقيت فعلا مستمتع وعايش اللحظة. انجوي. سامعاك يا اللي بتقول إحنا لو هنقضي حياتنا بنعمل كده مش هنخلص. ما تقضيش حياتك يا سيدي بتعمل كده، بس ما تقضيش حياتك برضو بتسقي الوردة وبتنسى تشمها. نهاية المرحلة الرابعة، استصلاح وزراعة الأرض. وصلت المرحلة الرابعة، هديت اللعب واستمتعت وحسيت بالامتنان، احتفلت. الكلام ده مش معناه إننا هنقف بقى ونضيع تعبنا. عايزين واحدة واحدة نستصلح الأرض ونكبرها ونهتم بزراعتها عشان تفضل تدينا محصول وما تبورش. واحد، زود تجاربك. زود تجاربك مش أشيائك. في ناس كتير لما بتوصل للمرحلة الرابعة بتقعد تفكر في اللي هتشتريه وهتجيبه وهتحوشه، وده مش عيب ولا حرام. وسع على نفسك براحتك، بس اهتم بالتجارب أكتر ما تهتم بالأشياء. التجارب بتكبرك وبتطور من شخصيتك ومعرفتك وهويتك. انت النهاردة خلصت التجارب اللي عشتها في حياتك، مش الحاجات اللي اشتريتها. نفسك تجرب ايه؟ التروسالما عندها فضول تتعلم حاجة جديدة؟ في حاجة شداها لسه ما جربتهاش على سبيل التعلم أو المرح أو توسيع الأفق حتى؟ 2، الطريق مش واحد. كتير مننا لما بيوصل للمرحلة الرابعة ويتبسط بيرفع للناس شعار ان هو ده الطريق يا جماعة اللي لازم كلنا نمشي فيه. لازم كلنا نبقى كوتشز عشان ننبسط ونسيب بصماتنا، لازم كلنا نبقى نباتيين عشان صحتنا، لازم كلنا نعمل كيتو عشان نخس، لازم كلنا نسافر ونلف الدنيا عشان نعيش، لازم كلنا نشتري بيوت عشان نحوش، لازم تمشوا نفس الطريق علشان توصلوا. الطريق مش واحد، ولا الأمان في اللي انت وصلت له بس، ولا السعادة في اللي انت عملته بس. انت نفسك ممكن اللي يسعدك النهاردة ينكد عليك بكرة، والسعادة والأمان وكل المشاعر دي هتيجي من مرونتك وتأقلمك مع الحقيقة دي. احنا مختلفين. الإنسان الواحد شخصيته بتتغير، الحياة بتتغير، الظروف بتتغير، والتغيير ده هو الحاجة الوحيدة الثابتة في الحياة. التغيير سنة الكون، وطالما انت مش بتعمل حاجة حرام ولا بتأذي حد، وطالما اللي حواليك مش بيأذوا حد هم كمان، يبقى سيب نفسك تتغير وبطل تحاول تسيطر على الدنيا وعلى تفكير اللي حواليك. حياة الناس واختياراتهم في دايرة التأثير عندك مش في دايرة التحكم. اللي ينفعك مش شرط ينفعهم مهما كنت انت مقتنع بيه، ومهما كانوا هم غاليين عندك. سيب كل واحد يلاقي نفسه ويستكشف الدنيا ويتعب ويوصل زي ما انت وصلت. 3، توقع التغيير. زي ما اتفقنا ان التغيير سنة الكون، خلينا برضو نتفق ان كلنا بنقاوم التغيير بنسبة ما. مش بسهولة ابدا بنطلع من دايرة الراحة بتاعتنا، حتى لو هنطلع لحاجة احسن بنخاف من المجهول وبنحس ان اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. وطبعا لو انت تعبت قوي علشان توصل لمرحلة الراحة والثمرة فالخوف من التغيير بيبقى رهيب. للأسف يا ريس لا مفر، الحياة اتغيرت اوريدي في الساعتين اللي فاتوا دول. كلنا بنتغير وكل اللي حوالينا بيتغير، شئنا ام ابينا. كل اللي علينا اننا نتقبل ده ونستعد له، ونحاول نلمح التغيير قبل ما يجي ويفاجئنا. اسأل نفسك، هل مراتي، جوزي، ولادي، اهلي، الناس اللي بحبها عامة مبسوطين؟ ولا انا تركيزي على نفسي خلاني مش واخد بالي الناس اللي عايشة معايا دي احساسهم ايه؟ هل في حاجة محتاجة اتعلمها واطور نفسي فيها عشان اواكب التغييرات اللي حواليا؟ في اي مهارات محتاجة اضيفها لنفسي عشان احافظ على نجاحي؟ في اي تعاوير جوايا محتاجة تتعالج قبل ما تكبر وتوقفني مشاعر سلبية متحوشة وعاملة كلبش؟ التروسالف تمام ولا بتحاول تقولي حاجة؟ في اي فرص بتظهر حواليا ممكن استغلها واكبر؟ اخبار صحتي ايه؟ مظبط الدنيا ولا مهملها ومستني تحصل كارثة؟ اكتب 5 حاجات جديدة عايز تعملها او تتعلمها الفترة الجاية من حياتك. الخلاصة، لو عايزين نجمع الأربع مراحل بتوع دورة التغيير هنلاقيهم: 1، المرحلة الأولى الموت والولادة. بداية المرحلة الأولى عيش موتك. نص المرحلة الأولى النقلة. نهاية المرحلة الأولى الولادة. 2، المرحلة التانية الحلم والخطة. بداية المرحلة التانية الحلم. نص المرحلة التانية الانتقال للواقع. نهاية المرحلة التانية التخطيط. 3، المرحلة التالتة الدراما والملاحم. بداية المرحلة التالتة الطلعة الأولى. نص المرحلة التالتة الفشل. نهاية المرحلة التالتة النجاح. 4، المرحلة الرابعة الراحة والثمرة. بداية المرحلة الرابعة هدي اللعب. نص المرحلة الرابعة الاستقرار. نهاية المرحلة الرابعة استصلاح وزراعة الأرض.
وفي النهاية كلنا بنمر بدورة التغيير دي أكتر من مرة في حياتنا. كلنا بيحصل لنا أحداث، صدمات، فرص، تحولات في شخصيتنا بتدخلنا في خلاط دورة التغيير بمزاجنا أو غصب عنا. في ناس بتبقى مش مدركة اللي بيحصل فبتنهار وتتوتر وتعمل تصرفات وتاخد قرارات تأذي بيها نفسها واللي حواليها. وفي ناس بتبقى فاهمة تسلسل المراحل والمشاعر والأفكار المصاحبة ليها فبتثبت وبتصبر وبتتصرف صح وبتطلع كسبانة نفسها. المراحل اللي بنعدي بيها مش سهلة بس توقعها وفهمها ممكن يسهلها علينا شوية. بيحصل حدث يدخلنا المرحلة الأولى، جزء مننا بيموت ونتألم ونحس بالتوهان، ويبدأ على آخر المرحلة جزء جديد بيتولد يخلي عندنا بصيص من الأمل يدخلنا المرحلة التانية، نحلم ونتخيل ونضحك ونبدأ نفوق ونكسر القواعد ونطلع من القوالب ونحدد أهدافنا ونخطط لها عشان نتنقل للمرحلة التالتة، نشمر وننزل ننفذ خطتنا فنتكعبل في مشاكل وملاحم ومطبات وعوائق ونقع 37 مرة ونقوم 38 واحنا بنحاول نتعلم ونعدل ونطور في أدائنا لحد ما حاجة تنفع والمكنة تطلع قماش يدخلنا على المرحلة الرابعة، نهدى ونزدهر ونجني الثمار تعبنا ونفيض على غيرنا ونرجع تاني نشوف التوازن ونستمتع بنعم ربنا علينا ونطور مهاراتنا ونحكي قصتنا وننطلق لحد ما حدث جديد يحصل يدخلنا تاني المرحلة الأولى. لازم حاجة تحصل؟ لازم. ليه؟ عشان دي الحياة. طب أنا عايز أمسك في اللي وصلت له. امسك في علاقتك بربنا، امسك في بوصلتك، امسك في نفسك، امسك في الناس اللي بتحبك وبتشجعك. احنا كل ده بنتعلمه عشان نهندل التغيير مش عشان نلغيه من حياتنا. التغيير هو الحاجة الوحيدة الثابتة في الدنيا. enjoy it. نرجع بقى لشهرزاد زمانها حمض. تايم اوت، افصل. زي ما تعودنا في نهاية كل فصل الكاتبة تعمل لنا تايم اوت. الفصل ده اذا كان تقيل 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 اقف وما تكملش قراءة، خد دش، سخن، اعمل حاجة تشربها، ولع شمعة ريحتها حلوة وتعالى نلون شوية. لو مش حابب تلون ممكن تشخبط شوية بأي رسومات وخطوط بسيطة أو تسمع أو تتفرج على حاجة بتحبها. وهنا يبقى انتهى الفصل السادس. وإن شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم في الفصل السابع والأخير، الفصل بعنوان الحياة. وأكيد هيبقى فيه ملخص للكلام اللي اتكلمناه كله من أول الكتاب لغاية دلوقتي علشان يبقى الفكرة بالنسبة لنا شاملة ونقدر فعلا نجمعها قدام أفكارنا. لو انتم لسه داخلين على الفيديو دوت أول مرة وما تعرفوش احنا بنتكلم عن ايه فايتكم كتير جدا، ارجعوا لبداية الكتاب. تقريبا احنا دلوقتي في الحلقة ال 13 او ال 14. مش باخد جزء كبير في كل حلقة علشان في تمارين عملية بنبقى محتاجين ان احنا ننفذها، اسئلة كده ونجاوبها، نغوص في نفوسنا من جوه، نقعد بصراحة ونفكر ونطلع الافكار ونعصر دماغنا. فبنبقى فعلا محتاجين شغل على نفسنا، علشان كده مش برضه اخد اجزاء كبيرة، وكمان عشان حلقات ما تبقاش طويلة قوي عليكم وتقدروا فعلا تستوعبوا وتطبقوا، ما يبقاش مجرد بتسمعوا وتركنوا، لان التطبيق اهم جدا من الوعي. تطبيق الوعي اهم منه. ناس كتيرة بتجمع معلومات وبتركنها فما بتستفدش منها، ايه الفايدة؟ انما لما نسمع ونطبق كده هنحقق الفايدة ان شاء الله كاملة. لحد هنا بتنتهي حلقتنا، وبفكركم ما تنسوش اللايك والشير مع اصحابكم مع حبايبكم علشان الفايدة تعم باذن الله، وتساعدوا اي حد ممكن ينتفع من اللي احنا بنقدمه على القناة. ولو ليكم اي كومنتات او اسئلة انا بستناها، ولو ليكم اي كتب حابين تسمعوها الفترة الجاية انا برضو بستنى اقتراحاتكم ومشاركاتكم. اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله مع الفصل السابع والاخير من شهرزاد اون فاير. هبة السواح، اشوفكم على خير في حفظ الله. مع السلامة.